طب ايه يا اهلي، هنعترض على التحكيم الافريقي كمان؟ اديك شفت يا اهلي التحكيم الافريقي بنفسه عامل ايه. ده الحكم بيزق محمد هاني كده، ايه الجبروت ده يا حكم الجبروت ده بيزق محمد هاني. انت متخيل حكم بيزق محمد، بيديله في كتفه، شوف لما تخش خناقه تضرب واحد في صدره كده، الحكم عملها مع محمد هاني. تمام، النهارده كسبنا 1-0 واللي جاب لنا جون محمد هاني. تمام، ربنا يستر علينا هناك. هتقول لي يا عم احنا كسبانين حط في بطنك بطيخه الصفر واخلق. لا يا باشا ماتشات ال1-0 دي بتقلق لانهم جابوا فيك جون هناك، البس يا معلم بقت 1-1، فلازم نضغط. انا كنت بتمنى النهارده نخلصها 3. الهلال السوداني انت لا يعني يا زول فهو معايا يابا، مش عاوزك تعلى بطموحك، فاهمني؟ مش عاوزك تروح بطموحك لابعد مكان، لا اصحى معايا عشان هعلم عليك. هو انت بتلعب في بلد غير بلدك، انت في مش عارف تنزانيا، بس هعلم عليك ماشي. بس الفكره هنا ان كولر يعني احنا جايبين الجون في دقيقه 13 في بدايه المباراه. ايه بقى الماتشات دي يا جدي؟ 75 دقيقه يا جدي، 75 دقيقه يا جدي. اي جديد، اي موضوع، اي قصه. طب نضغط، في ضغط، في استحواذ، في اداء والكلام ده كله، بس ايه بقى يا فرحتي ما هو ده اللي عاوزه الهلال السوداني. عاوز كده، هو عاوز يخرج باقل الخسائر، عاوز يخرج من المباراه باقل الخسائر. ما احنا كنا مقضينها انتخى في الفتره اللي فاتت. تقول لي بقى اللعيبه مريحه، وده بيسافر هنا، وكولر مقضيها هنا، وده مش عارف فين، واحنا يا باشا ولا اي حاجه في اي حاجه، واحنا قاعدين ولا حول ولا قوه. تمام، فاحنا نفوق يا بيه عشان الموضوع بقى صعب. هتقول لي صعب ازاي؟ احنا كسبانين يا ابني الماتشات ديت ما تديهاش الامان، ما تديش الماتشات ديت الامان، لانهم هينزلوا قصادك المباراه اللي جايه اللي هي كلها كام يوم وهتلعبهم تاني. هينزلوا يا باشا فاتحين خطوطهم على البحري وضاغطين عليك. انت لو ما عرفتش تستغل النقطه ديت، هنبقى طول الوقت او طول المباراه حاطين ايدينا على قلبنا، طول الوقت وطول المباراه قاعدين خايفين. فاهم قصدي؟ فاحنا يا باشا ننزل هناك نخلص. انا كان نفسي نخلصها من هنا. بس 1-0 انت متخيل الحكم ده زق الواد محمد هاني كده، قال له ولا هاني انا من افريقيا. بس انا مش فاهم برضه، يعني انا مش فاهم اهلي هنعترض على التحكيم ولا ايه؟ يعني مش فاهم هنجيب حكام منين تاني؟ ربنا يستر علينا عشان حرفيا بقيت ايه، كنت على طول بدي الكولر كل الثقه. دلوقتي انا بقيت خايف من كولر، يعني دلوقتي انا بقيت خايف منه. يعني دلوقتي بقيت قاعد كده، هتعمل ايه يا جدي؟ التشكيل بتاعك يا جدي، طب ايه يا جدي؟ هتسوي ايه؟ هتعمل ايه؟ ما تعرفش هتسوي ايه، هتعمل ما تفهمش. فاهم قصدي؟ فالموضوع دلوقتي ان النادي الاهلي في مأزق. هتقول لي لا يا عم احنا كسبانين يا ابني، ده 1-0. انا كان نفسي في الماتش ده نخلصه، ماتش 3 نمسك الهلال السوداني اديله على وشه وكسبه وريح دماغك. اما انت مش عارف تعمل حاجه يا بيه، مش عارف تتصرف اي حاجه، مش عارف تشغل جمجمه. ده احنا هناك هنشتغل ليزرات، هنشتغل بالليزر، هيمسكوا الليزر يحطوا لك في وشك. انا عارفهم. الله اقول عليك يا جدي، العيديه ما وصلتش يا جدي، لغايه دلوقتي العيديه ما وصلتش. تقول 1-0 لا يا باشا، مش بتاع ال1-0. انا الماتش ده ما يخلصش 1-0، الماتش ده يخلص شويه 3. انا كان نفسي في ال3 تروح يا باشا هناك مستريح. اما احنا دلوقتي رايحين هناك حاطين ايدينا على قلبنا 0-0. انا من وجهه نظري دي 0-0 نخلص. انا ده اللي انا نفسي فيه. انت اهلي يا جماعه، انزل اكسب 1 2 3. احنا الفكره اقول لك الجون ده احنا جايبينه في اخر المباراه، هقول لك ماشي يا عم الماتش كان متقفل، الماتش كان عام، بس انت ماسك وضاغط وعامل كل حاجه وجايب الجون في بدايه المباراه. التوفيق ده بتاع ربنا. بس الفكره هنا والنقطه هنا انك لازم تضغط، لازم لعيبه تفوق. وسام ابو علي مش فاهم، مريح بقاله فتره. والفكره هنا انت يا كولر جالك كذا مره انك تلعب ماتشات، ومش ماتشات مثلا الرسميه اللي هي الجامده، بس ماتشات يعني فيها احساس الرسمي. العب، زق، روح، ما نقعدش كلها انتخى. فلا بجد الموضوع النهارده رخم، والموضوع النهارده صعب. انا كان نفسي النهارده نكسب وسط جمهورنا. ما احنا يا جماعه كسبنا الهلال السوداني من كام سنه، ادينا له على وشه هنا 3.
تمام. فنفوق بجد، نفوق بجد، وربنا يستر علينا في الماتش اللي جاي، ربنا يستر علينا في الماتش اللي جاي، لان الماتش اللي جاي صعب يا جماعه. انا ما بحبش استهون بالماتشات دي، انا ما بحبش استهون بالماتشات دي. الماتش اللي جاي انت لو اي نتيجه 0-0 تصعد، 0-0 تصعد، اي نتيجه تعادل تاني تصعد. تمام. بس الفكره اي نتيجه مكسب، انا باذن الله انا واثق في فرقتي، وان شاء الله كولر ولاعيبه الاهلي قدها وقدود، وان شاء الله هنكسب الماتش اللي جاي.